ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة انا هعمل الزبادي في البيت بطريقة سهلة جدا ومش مكلفة. احلى زبادي هتعمليها. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. انا معايا كيلو لبن، هغليه وهبرده يبقى دافي. بس هستخدم الكبة. انزل في الكبة بمعلقتين لبن بودر. ما عندكيش لبن بودر استغنى عنه. هضيف معلقتين زبادي، معلقتين كبار زبادي. هنزل عليهم بشوية لبن دافي. هضربهم مع بعض، هضربهم كويس جدا. انزل باللبن اللي ضربته في الكبة على اللبن اللي انا كنت غلياه ومبرداه، اخلطهم مع بعض. انا هستخدم بايركس، لو عندك طواجن هيبقى حلو خالص. الفرن انا كنت مدفياه، بس الفرن يبقى دافي، فرن البوتاجاز يبقى دافي. تقفلي البوتاجاز علشان الصينية دي انا هدخلها الفرن لمدة 6 ساعات، وهتاخدي احلى زبادي. انا وزعت اللبن على البايركس. هضيف مية سخنة، مية سخنة مش بتغلي، دي مية سخنة. هدخل الصينية الفرن لمدة 6 ساعات، هتاخدي احلى زبادي. كده الزبادي طلع من الفرن، شايفة؟ احلى زبادي هتعمليها، غير طعمها حلو خالص. احلى زبادي بيتي. شايفة الجمال؟ مفيش اروع ولا احلى من كده. طريقة سهلة جدا ومش مكلفة. الزبادي غالية لكن الزبادي دي طعمها حلو خالص. شايفة الجمال؟ احلى زبادي. شايفة؟ لو سبتيها اكتر من 6 ساعات هي تفصل المية عن اللبن، لكن هي كده حلوة خالص. انا استخدمت بايركس في غطا، هغطيها وهدخلها التلاجة. شايفة الجمال؟ مفيش اجمل ولا اروع ولا اسهل من كده. طريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة. ان عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت رأيك ايه. اشوفكم في فيديو جديد.